السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب الصف الثاني الإعدادي. عندنا النهاردة درسنا الثاني في التاريخ، هو درس الدولة العباسية. كنا شرحنا المرة اللي فاتت عندنا درس الدولة الأموية، فده درسنا النهاردة هو درس الدولة العباسية. يلا الدرس الثاني زي ما قلنا درس الدولة العباسية، هنتكلم فيه عن أصل الدولة العباسية تنسب لمين؟ تنسب للعباس ابن عبد المطلب عم الرسول. جميل، ماشي. اللي بعده، استطاع العباسيون إسقاط الدولة الأموية عام 132 هجرية في معركة الذئب وإعلان قيام الدولة العباسية. دي احنا قلناها الدرس اللي فات، تمام. عاصمتهم الكوفة في أول الأمر، ثم الأنبار، ثم بغداد. امتى اكتب الكوفة؟ امتى اكتب أنبار؟ امتى اكتب بغداد؟ تعال، لو قال لك عاصمة الخلافة العباسية في بدء الأمر قول له الكوفة. طب لو قال لي عاصمة الخلافة وسكت العباسية أقول له بغداد. طب امتى اكتب الأنبار؟ لو قال لك اللي بعد الكوفة إيه؟ غير كده لأ، غير كده مفيش كلام عن الأنبار. تمام؟ تمام يا عم معتز. اللي بعده، مدة حكمها مدة كبيرة جدا جدا جدا، 525 سنة، أكثر من 5 قرون. مدة حكمها 525 سنة، أكثر من 5 قرون. كم خليفة يا عم معتز؟ 37 خليفة. كم خليفة يا عم معتز؟ 37 خليفة. يا لهوي، اتخضيت ليه؟ ما احنا مش هناخد ال 37، احنا هناخد من 37 5 بس. تمام يا مستر. طيب وبعد كده يا باشا، فتوحات الدولة العباسية. فتوحات الدولة العباسية مش جديدة عليك، هي انت حافظها، بتاعت الخليفة عثمان بن عفان بتاع الترم الثاني، يعني شمالا أرمينيا، جنوبا النوبة، غربا. هي اهو. تعالى يا عم، تعالى. اتخضيت ليه؟ شمالا أرمينيا، جنوبا النوبة. الجديد عليك شرقا بلاد ما وراء النهر، غربا المحيط الأطلنطي. هي بالظبط بتاعت الخليفة عثمان بن عفان. طب احنا رجعنا فتحناها تاني ليه يا مستر؟ رجعنا فتحناها تاني لأن البلاد ديت رجعت عن الإسلام تاني، فاحنا لازم نرجع ننشر الإسلام تاني عندهم ونجبرهم على دفع حتى الجزية. ده موضوع منتهي. طيب نبدأ بقى يا مستر، نبدأ ان ال 525 سنة دول أولاد رقم كبير جدا 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 جدا. فقسمنا عصر الدولة العباسية إلى عصرين، عصر واحد اسمه عصر عباسي أول، وعصر تاني اسمه عصر عباسي تاني. عصر عباسي أول ده العصر الذهبي، وده قلنا عليه يا عم معتز عصر القوة والازدهار. فيقوم جاي هنا مديك الحتة بتاعت بما تفسر، تقول له حيث حافظ فيها الخلفاء العباسيين على وحدة دولتهم واستقلالها. 2، أقاموا بدولتهم العديد من الإصلاحات في كافة مجالات الحياة. يبقى 1، حافظ فيها العباسيون على وحدة دولتهم واستقلالها، أقاموا بدولتهم العديد من الإصلاحات في كافة المجالات الحياة المختلفة. طيب دلوقتي هنتكلم عن ايه يا مستر معتز؟ دلوقتي يا باشا انا هتكلم عن عصر عباسي تاني، عصر الضعف والانهيار. فهقول لك بما تفسر، فانت تقول لي حيث ظهرت فيها العديد من الدول المستقلة، ونتكلم عليها ونشرحها بالتفصيل بعد كده. 2، طمع فيها الغزاة الصليبيين والتتار. يبقى يعتبر عصر الضعف والانهيار، تقول له حيث ظهر فيها العديد من الدول المستقلة، طمع فيها الغزاة المعتدين زي الصليبيين والتتار. اشهر خلفاء الدولة العباسية ال5 اللي احنا هنتكلم عليهم هو ابو العباس، ابو جعفر المنصور، هارون الرشيد، المأمون، المعتصم. ده ال5 اللي احنا هنتكلم عنهم. نبدأ بمين؟ نبدأ بمؤسسها واساسها واللي عملها هو ابو العباس، اول خلفاء بني العباس. فدي كده لوحديها اختار. اول خلفاء بني العباس ابو العباس. اغنيه يا نجم، اغنيه، قول يا ستموني. اهم اعماله اسس قواعد الدوله العباسيه، هو اللي حط الاساس اللي اتبنت عليه الدوله العباسيه. 2، نقل عاصمه الخلافه من الكوفه الى الانبار. يبقى مين اللي بنى يا برنس الانبار؟ ابو العباس. طيب عمل ايه؟ جدد الطريق من مكه للكوفه وزوده بالمنارات. المنارات يعني اماكن للاناره بما تفسر لارشاد المسافرين، عشان الناس اللي مسافره ما تمشيش في الضلمه، تبقى فيه نور يقدروا يمشوا فيه. الله عليك يا مستر معتز يا موضح كل الاشياء. يبقى اسس قواعد الدوله العباسيه،
نقل عاصمة الخلافة إلى الكوفة ثم إلى الأنبار، جدد الطريق من مكة للكوفة وزوده بالمنارات. عمل إيه كمان يا باشا؟ جدد الطريق قلنا إرشاد المسافرين ليلا. طيب مات أبو العباس، جالنا بعده أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور تاني خلفاء بني العباس. خلي بالك إن أنا ممكن أسيب المنهج كله وأقول لك مين الأول ومين التاني، فركز. الأول أبو العباس، التاني أبو جعفر المنصور. طيب أهم أعمال أبو جعفر المنصور، عمل إيه يا عم؟ يعد المؤسس الحقيقي للدولة العباسية. فيقوم جاي رازعك هنا بما تفسر الجميلة، فأنت تقول له نشر الأمن والأمان في كافة ربوع الدولة الإسلامية، قضى على الفتن والثورات، راقب الولاة وحسبهم، وبنى مدينة بغداد واتخذها مقرا للخلافة. يبقى مين اللي بنى الأنبار؟ هتقول لي أبو العباس. مين اللي بنى بغداد؟ تقول لي أبو جعفر المنصور. تاني يطلق على أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، هتقول له نشر الأمن والأمان في كافة ربوع الدولة الإسلامية، قضى على الفتن والثورات، راقب الولاة وحسبهم، بنى مدينة بغداد واتخذها مقرا للخلافة. يبقى المؤسس هيبقى أبو العباس، المؤسس الحقيقي هيبقى أبو جعفر المنصور. أنا لغاية دلوقتي بنبع نقط صغيرة، والنقط الصغيرة دي هي أهم شيء عندي في الموضوع كله. طيب إيه اللي بعد كده يا عم معتز؟ هارون الرشيد. هارون الرشيد ده الخليفة رقم 3 عندنا، يعني مش هو رقم 3، في ناس قبله كمان يا جدعان. هارون الرشيد أهم أعمال الراجل ده اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، الزهرة، الصناعة والتجارة والصناعة، شيد القصور والحدائق، ازدهار العلم وقرب إليه العلماء. مرة كمان هارون الرشيد اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، ازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة، شيد القصور والحدائق، ازدهار العلم وقرب إليه العلماء. جالنا المأمون هو عبد الله ابن هارون الرشيد، يعني ابن الراجل ده، ابن الراجل الطيب ده. أهم أعماله اهتم بالعلم والعلماء، حيث شجع حركة الترجمة. فأنا هاجي أقول لك لمن تنسب الأعمال شجع حركة الترجمة، تقول لي المأمون. يبقى تاني، اهتم بالعلم والعلماء حيث شجع حركة الترجمة من الحضارات الأخرى، قضى على الثورات والفتن، قضى على الثورات والفتن. طيب في مين غيره بقى؟ آخر واحد في الخلفاء اللي هنتكلم عليهم هو الخليفة رقم 5، هو الخليفة المعتصم. الخليفة المعتصم برضو ابن هارون الرشيد، نسبه هو محمد بن هارون الرشيد. اهتم بالجيش، فيقول لك هنا بما تفسر، تقول له من أجل القضاء على الثورات التي نشبت في عهده. فأنا كده عندي سؤال بما تفسر ثابت، إجابته ثابتة عندي جامد جدا، وهي من أجل القضاء على الثورات التي نشبت في عهده. حارب الروم وانتصر عليهم، فتح عمورية، بنى مدينة سمراء، بنى مدينة سمراء. يبقى تاني اهتم بالجيش بما تفسر من أجل القضاء على الفتن والثورات التي نشبت في عهده، حارب الروم وانتصر عليهم، فتح عمورية، بنى مدينة سمراء بالعراق. طيب يا باشا أنا كده دخلت في آخر سؤال عندي في الدرس كله. بتقول لي أنت لحقت تشرح عشان تقول لي أنا خلصت الدرس. أقول لك أنا قايل لك في أول الفيديو إن الدرس أصلا درس صغير. تعال نشوف بما تفسر سقوط الدولة العباسية. عندي 4 نقط، انت حافظ منهم 2. يا عم انت لسه ما قلتش اي حاجة، يلا بينا يا نجم نقول بما تفسر. تقول له سيطرة العناصر الغير عربية كالفرس والأتراك على نظام الجيش والإدارة بالدولة. تاني، سيطرة العناصر الغير عربية كالفرس والأتراك على نظام الجيش والإدارة بالدولة الإسلامية. 2، اتساع رقعة الدولة الإسلامية. 2، اتساع رقعة الدولة الإسلامية مما شجع على زيادة الأطماع بها. 3، الصراع بين أبناء البيت العباسي على الحكم بسبب تولية العهد لأكثر من واحد. يبقى الصراع بين أبناء البيت العباسي على الحكم بسبب إيه يا عم معتز؟ تولية العهد لأكثر من واحد. يبقى 1 2 3 نقول له سيطرة العناصر الغير عربية كالفرس والأتراك على نظام الجيش والإدارة بالدولة بسبب كثرة الاستعانة الخلفاء بهم، اتساع رقعة الدولة الإسلامية مما شجع على زيادة الأطماع بها. كمان الصراع بين أبناء البيت العباسي على الحكم بسبب تولية العهد لأكثر من واحد. رقم 4 وأسهل واحدة وأهم واحدة عندي هي تولية الحكم خلفاء ضعفاء. كده إجابة سؤال بما تفسر انتهت. فاضل نقطة بره الموضوع خالص، نقطة مهمة بتيجي في الامتحان عشان انت ما بتاخدش بالك منها.
قال لك تم احياء الخلافه العباسيه مره اخرى على يد الظاهر بيبرس. تقول لي ايه اللي حصل لها؟ اقول لك سقطت سنه 656 هجريه في معركه مع المغول، في معركه عين جالوت، عند ما انتصرنا احنا عليهم في معركه عين جالوت احيينا تاني الخلافه العباسيه سنه 659 في القاهره في مصر، وفضلت موجوده في مصر لغايه ما سقطت على يد الدوله العثمانيه سنه 1517 ميلاديه. بكده نكون وصلنا لنهايه درس النهارده. فلو انت اول مره تتفرج علينا ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، صلي على النبي في الكومنتات، صلي على النبي في الكومنتات، صلي على النبي في الكومنتات، شارك اصحابك الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.